هو الذي يراوغ بعينيه قبل قدميه. إنه طارق التايب فتى ليبيا الأول والقرش الأبيض الذي ينفع في اليوم الأسود لدى كل ناد لعب فيه التايب. الرائع من التايب، شوف المرور الرائع من هذا النجم حقيقة. جزء من إثارة اليوت هي طارق التايب. هذا عرض سينمائي. تفنن الحين انت متفوق. وهذه متعة خالصة جنة للجماهير. خلاص هو يطالبهم بالسعادة، بالفرح، بالصخب، بالتشجيع. شوف التايب واصل، هكذا أحببت أن أوصل فيه. ممتع فعلا، كرة القدم كوم في هذا الديربي، وهو كوم ثاني، سحر ثاني، عالم ثاني. يعني بالفعل بروعة. شوف هذه الكرات، هذه المهارات الفردية لفاصل المهاري لطارق التايب. فنان والله. أمير الثالثة التي يعرقل من خلالها طارق التايب. تعبه، جننه، بهذله، ومطلع روحه ورافع ضغطه كمان من مهاراته العالية. قايل لكم ابحثوا عن معنى الذكاء، ابحثوا عن معنى الدهاء في المعاجم اللغوية، تجدونها طارق التايب، تجدونها طارق التايب، طارق التايب، طارق الحارق، طارق التايب. والكرة تتهيأ، والله الله لو كملت، الله لو كملت، الله 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 الله. يا سلام، يا ساتر يا ساتر يا التايب، يا ساتر، يا سلام على هاللمسة. عمل حركة باليسار، عمل حركة باليمين، وحطها اوبا العارضة هي من تكفلت بإبعاد الكرة. المحاولة لطارق التايب. طارق التايب والله تختلف معي ولا ما تختلف معي، غصب عنك تقوم وتصفق، غصب عنك تحيي لاعب عربي أصيل، لاعب عربي أصيل، لاعب عربي فنان بإمكانيات إنجليزية، بذهن برازيلي، بروعة أرجنتينية، لكنها اللمحة العربية الموجودة في أرضية الملعب. والله غصب عني أتكلم يا طارق. بالهروب من الرقابة عند أكثر من حل. التايب يا سلام، الله على اللعبة الأخيرة يا جماعة. التايب نوتة موسيقية ومقطوعة وأدوات فنية وموسيقار ومايسترو في نفس الوقت. هو فرقة موسيقية واحدة، فرقة موسيقية كاملة.